السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات وأحلى صحاب مشاهدين ومتابعين قناة ربع ساعة طبخ. وصفة النهاردة سهلة جدا وبسيطة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة الكيكة اللي بالبرتقال العادية خالص اللي بنعملها وبنقدمها مع الشاي، سواء في الفطار أو في العشاء. بس في بعض ملحوظات مهمة جدا ان انت تعرفيها. انا جاية النهاردة علشان اقولك عليها. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما تعودنا كل مرة ان احنا بنسمي بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وننزل نعمل لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة. المقادير اللي معايا النهاردة انا جايبالك مقدار بسيط جدا وسهل جدا واقتصادي ومش مكلف خالص. معايا كوبايتين دقيق، معايا كمان عليهم 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة، يعني تكوني مخرجاهم من التلاجة وسايباهم بره على الرخامة قبل ما تبدأي في الوصفة بتاعتك بنص ساعة بساعة. ممكن قبلها من بالليل تكوني محضرة المقادير بتاعتك ومجهزاها علشان كلها تبقى في درجة حرارة الغرفة. تمام. معايا كمان هنا كوباية سكر، وكمان معايا كوبايه عصير برتقان بنفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هتعايري بيها السكر وهتعايري بيها كمان عصير البرتقان. طبعا تقدري تستبدلي عصير البرتقان ده باي نوع عصير تاني، او ممكن تستبدليه كمان بلبن. تمام. معايا هنا كمان نص كوبايه زيت، تقدري تستبدليها بسمنه او بزبده زي ما انت عايزه، بس الكيكه اللي بتكون بالزيت بتبقى خفيفه جدا وهشه ونتيجتها ممتازه بجد. مقادير سهله جدا. كمان معايا هنا بما ان الكيكه بالبرتقال فمعايا البطل هنا معلقه كبيره من بشر البرتقال، مهمه جدا علشان تديكي نكهه قويه جدا لطعم البرتقال في الكيكه. وكمان معايا كيس بيكنج باودر او كيك شيف زي ما انت عايزه. انا شايفه ان هنا معايا بشر البرتقال كفايه جدا ان هو يشيل ريحه الزفاره من البيت. حابه انت تزودي فانيليا براحتك خالص. طبعا افضل انواع الفانيليا في الكيكات وفي التورت الفانيليا السائله، بتديكي ريحه هايله جدا. تقدري تزودي معلقه صغيره من الفانيليا السائله على الوصفه او تستغني عنها تماما. طبعا تقدري تحطي الفانيليا البودر، تقدري تحطي ظرف واحد او ظرفين زي ما انت عايزه. بالنسبه بقى للطريقه فهي سهله جدا. معايا هنا البيض على عصير البرتقال او اللبن على السكر على الزيت على بشر البرتقال، هناخدهم مع بعض في الخلاط، وهناخد الدقيق وعليهم رشة ملح وكمان كيس البيكنج باودر، هندخلهم مع بعض كويس جدا في بولة. يعني المقادير السائلة لوحدها على جنب في الخلاط، والمقادير الجافة هندخلها مع بعض بالإضافة إلى رشة الملح علشان تحسن لك من طعم الدقيق، ولو في اي رطوبه ولا حاجه بتشيلها. ما انت شايفه معايا كده الطريقه سهله جدا. هنحط المقادير السائله كلها في الخلاط زي ما قلت لك، والمقادير الجافه هنحطها مع بعض وهننخلها. ليه هنخلها؟ علشان اخلي كل ذرات الدقيق يخشها هواء، كل ذره من ذرات الدقيق تكون متباعده عن الذره الاخرى، وادخل كميه هواء في الدقيق. ده مهم جدا في عمايل كيكات بسكوتات اسبونج اي حاجه، لازم تنخلي الدقيق مره واتنين وتلاته، مش هيكلفك اي حاجه خالص. طيب لو ما عنديش منخل سواء ده او المنخل التاني اللي هو بايد ده عادي خالص ولا اي حاجه خالص. عندك انتي المصفى بتاعه الطماطم، صح ولا لا؟ المصفى الناعمه هتقضي او هتحل محل المنخل. المهم ان انتي تنخلي الدقيق بتاعك مره واتنين علشان تدخلي هواء بين ذرات الدقيق ويديكي نتيجه هايله جدا. انا ضربت المكونات السائله زي ما انت شايفه معايا كده في الخلاط، شايفه بسم الله ما شاء الله كميه الهواء اللي انا دخلتها. ويفضل انت وانت بتضربي المكونات بتاعه الكيك في الخلاط تكوني شايله غطا الخلاط، يعني يكون الخلاط مكشوف علشان تدخلي كميه هواء زي ما انت شايفه كده في مكونات الكيك. هنزل بالمكونات السائله على المكونات الجافه زي ما انت شايفه كده بعد ما نخلتها مره او اتنين وتلاته ودخلت فيها كميه هواء. تخيلي انت نتيجه الكيك هتكون عامله ازاي. بفضل الله هتكون كيك ناجح. يعني بصي مفيش بعد كده، سواء كنت بتعملي كيك عادي او سبونج، مهم جدا نخلي الدقيق وتدخلي كميه الهواء في مكونات الكيك.
زي ما انتم شايفين معايا كده انا هقلب مكونات الكيك بالمضرب، مهم جدا علشان يطلع معاك الكيك ناجح. تقلبيها بالمضرب او بالويسك وما تستهونيش، لان المضرب بيقلب يعني بيفك كل كلاكيع او تكتلات الدقيق. اي تكتلات دقيق زي ما انت شايفه معايا كده لو دخلت الفرن هتخرج زي ما هي مش هتتفك. فمهم جدا ان انت تفكي كل كلاكيع او تكتلات الدقيق بالمضرب في اتجاه واحد. اي نعم احنا بنعمل كيك عادي مش كيك سبونج، بس مهم جدا ان انت تقلبيها في اتجاه واحد. انت مش هتخسري حاجة علشان تحافظي على كمية على كمية الهواء اللي انت دخلتيها. زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله ريحتها هايلة جدا بجد يعني. زي ما انت شايفه معايا كده تقدري تحطي المكونات دي في صينيه مدوره مقاس 24، تقدري تحطيها في قالب مستطيل زي ما انت شايفه معايا كده، تقدري تحطيها في ورق كب كيك، في صينيه كب كيك، زي ما انت عايزه تشكليها. بجد بجد المقادير دي ممتازه وهتديكي نتيجه هايله جدا بجد. انا حطيتها في القالب زي ما انت شايفه معايا كده، ما عادش فاضل غير التسويه. تسوية اي كيكة سواء كانت كيكة عادية او كيكة سبونج هتحطيها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، ما تفتحيش عليها قبل نص ساعة. اي كيكة ما بتاخدش معاكي في الفرن، بتاخد معاكي في الفرن نص ساعة. عايز تفتحيها قبل النص ساعة يبقى تلت ساعة، تفتحيها بعد 20 دقيقة وتعملي لها اختبار، لقيتيها لسه ما استوتش هتقفلي عليها وتسيبيها كمان 5 دقايق او 10 دقايق مش اكتر من كده. طيب لو انت حاطة مقادير الكيكة دي في قطع في صينية الكب كيك بتاخد وقت اقل، يعني تلت ساعة، تفتحي عليها تختبريها بعد ربع ساعة او بعد 15 دقيقة. مهم جدا ان انت ما تفتحيش عليها قبل المدة اللي انا قلتلك عليها دي. زي ما انتم شايفين معايا كده الكيك استوى بعد نص ساعة بالظبط. انا فتحت عليه واختبرته لقيته بسم الله ما شاء الله استوى زي ما انتم شايفين معايا كده، شايفه ارتفاعه بسم الله ما شاء الله جميل جدا. اخد معايا اللون الذهبي اللي احنا شايفينه معايا ده على الرف الوسطاني زي ما قلتلك. ممنوع منعا باتا التعامل مع اي كيك سواء كان كيك عادي او كيك سبونج الا بعد ما يبرد تماما. يعني ما ينفعش تطلعها من الفرن دلوقتي واقطعها، طبعا هتتهرهد او هتتفرفط ومش هتكون احسن حاجة. لازم نسيبها تبرد شوية او تبرد تماما وبعد كده نقطعها. زي ما انتم شايفين معايا كده انا طلعت الكيك بتاعي من الفرن وبدأت اقطعها علشان اوريها لكم واوريكم النتيجة النهائية هتكون عاملة ازاي. ببطين 2 بس عملنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده احلى كيك برتقان بجد ممتازة جدا هشة جدا وريحتها هايلة جدا. بسم الله ما شاء الله تستاهل التجربة. بسم الله ما شاء الله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الطريقة دي وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. كيكة هشة جدا وطرية جدا ومتماسكة، يعني مش عارفة اقولك ايه بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها على طريقتي. لو عجبك الفيديو او لو استفدتم باي معلومة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي قناة ربع ساعة طبخ.